يلا. السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هنحاول نعمل ريكورد كده لسيشنز الاكستندد رياليتي وفكرة الواقع الافتراضي بشكل عام. هنبدأ من الأول، من أول ليكتشر 1 اللي هي يا دوبك how to present وإيه هي أصلا الاكستندد رياليتي، وإحنا هنبدأ ندرسها ليه أو نبدأ نتعرف عليها ليه. سيشن النهارده لطيفة جدا، هنتكلم فيها على أنواع الاكستندد رياليتي بشكل كبير، اللي هي الاكس ار، ملخص كلمة extended reality، وال AR augmented reality، وال VR virtual reality، وال MR mixed reality. وهنرجع نتكلم على شوية حاجات فيها، وهندسكرايب ال environment اللي كل واحدة منهم محتاجاها، سواء ال augmented reality أو ال virtual reality أو ال mixed reality، وايه التكنولوجيز اللي هي محتاجاها، وشوية اكزامبل عليها. يعني تعتبر ليكتشر 1 يا دوبك انترودكشن، بتاخدنا كده في مود احنا ليه اصلا رايحين ندرس الحاجات دي وتفاصيلها. ماشي. اهم حاجة في الليكتشر دي الانترودكشن بتاعها، اللي اصلا احنا عايزين ايه، احنا ليه الناس رايحة تدرس فكرة الواقع المعزز او الافتراضيات اللي احنا بنبدأ نحطها في الانفايرمنت بتاعتنا. خلينا نتفق ان احنا عندنا الريل تايم بتاعنا، او الوقت الحقيقي اللي احنا واقفين فيه وفاتحين فيه الكاميرا بتاعتنا. احنا بنبقى محتاجين نتفاعل مع الانفايرمنت اللي موجودة معانا دي. فالفيزيكال وورلد اللي حوالينا عايزين نحط حاجة زيادة على الترابيزة اللي محطوطة، عايزين نخلي الكرسي اللي احنا كريتناه يلف بشكل ما، بطريقة معينة كده حطيناها، وعايزين الشكل بتاعه يبدأ يتغير. فمنه عايزين نبدأ نضيف virtual element أو عناصر ما كانتش موجودة للبيئة اللي احنا موجودين فيها دي. عشان أقدر أنتراكت مع العناصر اللي أنا هبدأ أضيفها على البيئة دي، لازم أعرف طبيعة العناصر اللي أقدر أشتغل عليها. ماشي. فبالتالي وانا شغاله افهم انا هبدا اضيف عناصر ثنائيه الابعاد، ولا عناصر تبدا تبقى ثلاثيه الابعاد معانا واحنا واقفين. ومن هنا بيجي دور اكتر من عالم بيبداوا يتكلموا معانا في المواضيع دي، وبيبداوا يفهمونا ده، ويبداوا يفهمونا العلاقه الحقيقيه ما بين الريل انفايرمنت والفيرتشوال انفايرمنت. ازاي ابدا اشوف الاكس والواي الحقيقيين بتوع الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي او اللاب اللي احنا شغالين عليه، وما بين الكرسي اللي انا هبدأ احط عليه العنصر الاساسي بتاعي. يلا ندخل اكتر في المواضيع دي ونبدأ نتكلم. فاول حاجة عندنا ان احنا لازم نفهم ان الام ار او الميكسد رياليتي هو الواقع اللي انا هتفاعل معاه، وهبدأ احط فيه عنصر وابدأ اغير العنصر واشيله واحطه وهكذا. الميكسد رياليتي اهم شرط ليها بيبدأ يوضح لنا رسمتها هو اللي موجود قدامنا ده، ان انا عندي حاجه اسمها الريل انفايرمنت، وهي الانفايرمنت الحقيقيه اللي موجوده معانا: الكرسي، الترابيزه، الارض، السقف، الاوضه اللي احنا قاعدين فيها. وعلى الناحيه التانية تلاقي في، بص بقى، ايه فيرتشوال انفايرمنت، اللي هي الانفايرمنت اللي انا هبدا اخترعها معايا، او اللي هبدا احطها عندي عشان ابدا اشغلها معايا. ما بين الاتنين دول حاجة موجهة من الفيرتشوال انفايرمنت وحاجة موجهة من الريل انفايرمنت، عشان افهمها كويس. والرسمة دي مهمة، والرسمة دي رسمة امتحانات. انا قلتها. الفيرتشوال انفايرمنت بتبدأ تعمل augmented virtual element، او بتبدأ توريني حاجات احطها عندي وابدأ اتفاعل معاها. الريل انفايرمنت بتعمل لي اوجمانتد رياليتي، بتعمل لي واقع معزز عادي طبيعي فيزيكال موجود معاه. يبقى في الفيرتشوال انفايرمنت انا هحط حاجه زياده، انا كريتها 2D 3D اي عنصر اهو. ماشي. لكن في الريل انفايرمنت لا، هي اوريدي حاجات موجوده. انا بقى الحاجات دي هبدا ادوس على عنصر فيها، هحدد محددات اكس واي، اشتغل اكس وواي انا اسفه، اشتغل عليها وهكذا. ومن هنا بتيجي بقى الفكره الاساسيه: احنا اصلا بنعمل ده ليه؟ احنا اصلا بدأنا نعمل فكرة الاوجمانتد رياليتي ليه، الواقع المعزز ليه؟ الاكستندد رياليتي زي ما اتفقنا هي الامتداد بتاع الفي ار والاي ار والاكس ار والام ار، انا اسفة، فبقينا في الاكس ار كلها. طيب انا رايحه لده ليه؟ اولا انا ببقى عايزه اتفاعل مع الفراغ اللي حواليا، لافكار ساينتفك، لحاجات عايزه اعملها بيزد اون ليرنينج، عايزه اعمل حاجات جيمنج، عايزه ابدا اشوف شكل الانفايرمنت بتاعي عشان اضيف عليه اليمنت او لا، زي الحاجات اللي بتحصل في الفurniture والى اخره.
فانا ببقى طول الوقت عايزه اغير حاجه في شكل الريل وورلد اللي حواليا ده، عشان ابدا اشوف عليه احداثيات حاجات معينه. يعني انا عايزه استغل التكنولوجي بتاعتنا ان انا ابدا افهم الواقع الحقيقي بوضع مجموعه من العناصر الزياده ليه. احط له virtual environment. تمام. ليه عايزة أعمل ده؟ زي ما بقول كده، عشان عايزة أستفيد بحاجات ساينتفك، عشان أبدأ أفهم طبيعة أوبجكت موجودة، ده كويسة ولا وحشة، عشان أبدأ أعمل جيم. طيب، أما جم يبدأوا يشتغلوا على الحاجات دي، قالوا إحنا هنعمل ده إزاي؟ الموضوع ما تمش بين يوم وليلة، ولا على طول كده صباح الصبح لقوا نفسهم شغالين بالموبايلات. م-م. التكنولوجي دي عشان تبدأ تتطور مشت تدريجيا. مشت بداية من حاجات بقى نظارات كبيرة جدا أو أجهزة كبيرة جدا يتم تحميلها على الراس والجسم. الموضوع بدأ يصغر شوية 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 شوية. من أشهر الحاجات اللي بقت موجودة ال HMD أو ال Head Mounted Display، اللي هي من أكتر الحاجات اللي احنا بنعمل لها consider عشان تبقى الطبيعة موجودة. في الوقت اللي انا وانت بنتكلم فيه دلوقتي في 2026، احنا ممكن ما نستعملش اصلا الهيد ماونتد ديسبلاي او السماعات بتاعه الرأس الكبيره بالنظارات الكبيره، وبقيت خلاص من الموبايل اقدر ادراج اند دروب مجموعه من العناصر واحطهم عندي في الجهاز بتاعي، في الانفايرمنت بتاعتي، عن طريق السنسورز اللي انا جبتها من الجهاز بتاعي وبدات اشتغل بيها وهكذا. واحنا واحد. حلو الكلام. طيب، يبقى انا دلوقتي الابلكيشنز بتاعت الاتش ار، انا بتاعت الاي ار، انا ببدا وانا بشتغل عليها كان ليها طبائع مختلفه على مر السنوات. التكنولوجيز تطورت ودلوقتي بقيت ممكن بالسمارت فون اكريت الفيرتشوال وورلد او الفيرتشوال انفايرمنت على الريل وورلد بتاعي. يعني انا اقدر اقول ان الاي ار ابلكيشن بتعمل ريموفينج للريل اوبجكت اللي في الانفايرمنت وتحط عليها مجموعة تانية من العناصر، meditated element او meditated reality. ماشي. يعني ايه الفكرة دي؟ يعني انا ببدأ احط مجموعة تانية من العناصر حصل لها مجموعة من التغييرات، مجموعة من الخواص الفيزيائية المختلفة، مجموعة من التفصيليات المختلفة اللي انا محتاجة اشتغل عليها. تمام. عملت ده ليه؟ عشان انا عايزه ابدا اجت حاجات كتيره، احط تفاصيل ما كانتش موجوده، اختلق شكل ما كانش موجود في البيئه اللي انا موجوده فيها دي، ابقى عايزه اليوزر يحس احساس مختلف تجاه الانفايرمنت دي. انا هدفي الاول والاخير ان انا ادخل اليوزر في مرحله من التعلم، ومرحله من الليرنينج، ومرحله من اكسبيرينس المختلفة، انه يبدأ يفهم بيها شكل ما، او يبدأ يفهم بيها مجموعة تانية من العناصر بطبيعة مختلفة. تمام. فيبدأ يشوف environment جديدة بأشكال جديدة ما كانتش مختلف، ما كانتش موجودة قبل كده. بعمل عمليات جراحية، فعايزة أشوف الدكتور ده وهو بيعمل العملية، فبدل ما يبقى بيجري التجارب على عيان حقيقي، لا، أنا عملت زي virtual environment كاملة فيها أوضة العمليات، فيها الإحداثيات، فيها كل ده. الادفرتايزمنت، الإعلانات اللي موجودة دلوقتي كلها بكل التقنيات الجديدة اللي بقت موجودة فيها، أقدر أعمل بيها نفس التفصيليات، أقدر أعمل بيها نفس الحركات دي كلها كلها كلها. فوانا شغالة عليها ابدا احطها بتفاصيل كتير. ليه؟ عشان ابدا اشوفها اي حاجة محتاجة مينتيننس او عمليات اصلاح، الالعاب والانترتينمنت كل ده فيها. الموضوع ده ما كانش جديد وما كانش وليد اللحظة، لا، الموضوع ده كان بقاله وقت طويل جدا. ماشي. وكان ليه هيستوري كبير قوي جدا خالص واحنا شغالين. تمام. اعمل ايه؟ تعالوا كده نبدأ نتمشى كده شوية كده في الهيستوري بتاع العناصر بتاعتنا كده واحنا شغالين، ونشوف دلوقتي كده لما جم حبايبنا زمان يحاولوا ايه يشتغلوا معانا في الحاجات دي، بدأوا يعملوا لنا ايه. فالهيستوري بتاع الاي ار ده بدأ من زمان قوي، او فكر الاوجمانتد رياليتي بدأ من وقت طويل جدا. بدأ من زمان لما كانت العلماء بيبدأوا يبقوا عايزين صور للفراغ اللي احنا واقفين فيه من حوالي في الخمسينيات، وعايزين يشوفوا الفراغات دي خصوصا في حاجة الكواكب والتفاصيل بتاعتها. عايزين يشوفوا لو احنا قدرنا نضيف عليها عنصر معين شكله هيبقى موجود ازاي، لو احنا حبينا نحط إيليمنت حيوان إنسان كائن هيتفاعل مع الشكل ده ازاي، او نفترض كمية وجوده ازاي.
مش مطلوب منك انك تحفظ الحاجات دي خالص، احنا بنتمشى في سلايد بتفسحنا ان الموضوع ده ما كانش جديد. إلى أن بعد كده جينا في أول الستينيات، وبدأت اللي هي زي ما كانوا بيسموها سينما المستقبل أو ذا سينما أوف ذا فيوتشر. ماشي، أنا طبعا حكي اللي أنا بقوله ده هنا كده، بس أنا عايزة إيه أقعد أحكي لك كده إيه من هنا واحدة واحدة، بحيث المعلومة إيه تثبت بالراحة في السيشن اللطيفة بتاعة الانترودكشن دي. ماشي، فبجت في الستينيات جم قالوا طيب احنا عايزين اللي قدامنا يبدأ يبص من خلال شاشة ويدمج بيها الفيرتشوال انفايرمنت مع الريل انفايرمنت او الفيزيكال انفايرمنت. الريل انفايرمنت والفيزيكال انفايرمنت الاتنين بيعبروا عن نفس الكلمة اللي هي الواقع الحقيقي. فبدأ زي الشكل الكبير او الجهاز الكبير قوي ده اللي اليوزر بيدخل فيه وشه كله، وبيبدأ هو نفسه اكنه يجيت انفولفد في عالم جديد. وهي كان حجمها زي حجم الجيمز بتاعت الاركات اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الملاهي وفي اماكن الالعاب وهكذا. بس كانت بص بتبقى مثقله بالشكل اللي احنا بنبقى واقفين فيه ده، وبيدخلك جواها وبتبدا بقى تحاول ان انت بزراير كده تتحرك يمين وشمال وهكذا. اكيد كانت بسيطه بس الى حد كبير كانت بتوريني معلومات وتفاصيل كبيره جدا واحنا شغالين فيها. بس كان فيها عيب ان هي لازم تبقى موجودة في نفس المكان، ولازم بتجيب environment معينة ببدأ ابقى محملاها فيها او ببدأ ابقى حطها فيها. والسوفت ويرز بتاعتها ما كانتش بالسهولة الفظيعة دي ان انا ابدأ اغير فيها شكل environment او احط فيها شكل تفصيلة معينة او حاجة. جينا بعد كده في منتصف الستينيات، لا الموضوع بدأ يتطور شوية. تمام، عمو ساذرلاند قال لنا لا، احنا عايزين بدل ما يبقى عندنا البتاع الكبير قوي او الجهاز الضخم ده، عايزين نبدأ نخففه شوية. فنبدأ نفكر احنا ازاي ممكن نخلي اليوزر وهو بيتفرج الى حد كبير ممكن يبقى بيتمشى شوية ولو على سكيل صغير. فبدأوا أول حاجة يبدأوا يستعملوها من هنا الهيد ماونتد ديسبلاي، او الشاشات اللي بتتحمل على الرأس اللي بتتلبس على الدماغ كلها كلها كلها. بس كان فيها فكرة. ماشي، وبدأت اهي هنا من 68 ان دي كانت بتبقى محملة على قضبان حديد. القضبان دي كانت بتبقى فوق كده في اللاين اكنه في السقف، ويبدأ يمشيك فيه واحدة واحدة كده وانت شغال ويبدأ يجيبهولك. فانت برضو محكم في نفس الأوضة، بس بقيت بتبدأ تتغير. احنا كنا لاقيين ماشي، فبدأت تبقى ماشي كده في نفس الأوضة بتاعتك ولكن في مسار معين هو اللي محددهولك من خلال القضيب ده، وتبقى لابسها. عيبها إنها كانت تقيلة جدا 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 جدا. ماشي، فما كنتش برضو كل الناس بتقدر تشيلها، بلس إن هي كانت بتسبب صداع كبير للناس، فما كانتش بتبقى حاجة إيجابية ليهم. الموضوع بدأ إلى حد ما يمشي ويتطور لحد ما حجمها بدأ يخف شويتين تلاتة. وبعديها بدأوا يخترعوا الفيديو بليس أو الأوضة الكاملة اللي أنا ممكن أبقى يا دوبك قاعدة فيها بشوف انفايرمنت الأوضة بتاعتي كلها وأنا فيها باوبجكتس معينه بتفاصيل معينه. مع التطور بدأ حجم الهيد ماونتد ديسبلاي ده يصغر اكتر واكتر. ماشي، فشكله يبقى اقل، فتفاصيله اللي كانت بتحمل كتير على الدماغ بقت اخف. وبعد كده حطوا له جلوفز، فالجلوفز دي بقت حضرتك بتبدأ تلبس في ايدك جلوفز فيها سنسورز معينة، وتبدأ ان انت تبدأ تبص عليه وتشوف. بدأوا يضيفوا له مجموعة من الاليمنت، يحطوا له فيرتشوال انفايرمنت، فتبدا الناس تشتغل بيه. كل اللي انا بحكيه ده هتلاقيني شرحاه هنا. الموضوع ده انتوا بتعرفوه من باب النولج ليكوا ان لا يا جماعه ايوه دي حاجه مش جديده، دي حاجه قديمه، احنا كلنا بنتفاعل مع الفراغات بتاعتنا دي من زمان، وكلنا عندنا ليها مميزات كتيره. بلس كمان ان اول ما التليفونات اللي كان فيها كاميرات طلعت، ظهر فكر ان انت بتقيس التمبريتشر. فانت كان ممكن تفتح كاميرا كده ويبدا يقول لك الاوضه اللي احنا قاعدين فيها درجه الحراره بتاعتها كام. فدرجة الحرارة بتاعتها مثلا المناطق الخضراء، المناطق الزرقاء، المناطق الحمراء، وهكذا. فانت بدأت قدرت تشتغل عليها بشكل احسن وبتفاصيل احسن. وطبعا التطور بقى كان كبير وبدأت كل حاجة من دول تفاصيلها تقل واحدة واحدة. ماشي، لحد ما وصلنا دلوقتي ان احنا بقينا يا دوبك شغالين على الموبايلات فقط اهي. وهتلاقيني بقى هنا شرحهم لك باشكال الجيمز بتاعتها واشكال التفاصيل اهي. وادي التفاصيل بتاعتها بصوا. كانت النضارة قلت طبعا كتير جدا، وبقى يا دوبك جهاز بس ايه بيحمل على الرأس كده.
زي ما احنا شايفينه. حتى بصوا اشكال الجيمز تطورت وبقت ملونة ازاي، بقى فيها حاجات كتير، الى حد ما بقيت تحس ان انت بتلعب مع الكاركتر بتاعك اللي انت بص بتبدأ تختاره. شايفين اهو. ماشي اهو. بصوا هنا، لحد ما بدأنا ندخل في مراحل تانية اللي احنا على الموبايلات اللي احنا فيها دلوقتي، اللي تقدر تجنريت إيليمنت على التليفون بتاعك، وكانت موجودة أيام الكورونا وما زالت. لما كان حضرتك بتفتح جوجل وتنادي على بيت معين أو على حيوان معين، وتكون فاتح الكاميرا بتاعتك وتحطه على الأرض معاك. معرفش أخدتوا بالكم من ده ولا لأ، أو بدأتوا تشوفوه ولا لأ. فكان من ألطف الحاجات اللي كانت بقى موجودة. طيب، ايه التكنولوجيز اللي احنا هنبدأ نشتغل بيها؟ عندنا الحقيقة 4 تكنولوجيز هيساعدونا في فهم فكر الاوجمانتد رياليتي. احنا هناخد من الاكستندد في البارت ده الاوجمانتد رياليتي بتاعتنا. تمام. الكمبيوتر فيجن ميثود اللي بتبقى موجودة عندنا، ما الكلام اللي تحت ما يعني ما تشغلوش بالكم بيه، ده كان مطرح البرزنتيشن، انا شرحهم تحت بعد كده. ماشي. وبعد كده الاي ار ديفايسز نفسها، وبعد كده شكل الانترفيسز والسيستمز اللي احنا بنبقى شغالين بيها. طب نمشي واحدة واحدة. تعالوا كده ايه ندخل في الموضوع اكتر واكتر ونفهم. انا بس ايه يعني هكولابس 2 سيشنز كده مع بعض عشان نقدر ان احنا نجيت انفولفد وننجز في حاجات كتير. اول حاجة الكمبيوتر فيجن، او فكر الكمبيوتر اللي موجود عندنا عشان يقرأ اوبجكت 2 دي او اوبجكت 3 دي في الفيو بورت بتاعي. ومفروض ان احنا نبقى جربنا ده كويس باليونيتي، ان احنا كان عندنا حاجه اسمها ماركر وحاجه اسمها ماركلس. ان احنا هنبدا نحدد environment معينه عندنا. الانفايرمنت دي هنحدد الاكس والواي بتاعتها بشكل كويس عشان الكاميرا بتاعتي تقدر تعمل لها تراكنج، وابدا الود لها مجموعه من الصور او مجموعه من الاف بي اكس element. تمام. او انا اكريت لها كيوب او اي حاجه من العناصر اللي موجوده في الانجن بتاعي. الانجن اللي هو اليونيتي او الانريل او الجو بوت او ايهما، عشان اقدر اشتغل عليها واقدر اتراك الاماكن دي واحط فيها العنصر بتاعي فيقف. فمن هنا الكمبيوتر بتاعي بقى عنده تكنيك ان هو بيتراك العناصر واقفة فين. tracking and reconstructing and recognizing. هو بيبدأ يشوف العناصر دي، زي ما انا بقول بيشوف الماركرز، بيشوف الاوبتيكال ايمجز اللي احنا فيها اهي. ماشي. بيبدأ دلوقتي يجيب مجموعة من البوينتس اللي انا هحطها عندي، عمل لها ديتكشن. تمام اهو. وعمل ايدج ديتكشن للعناصر بتاعتي، وبدأ يشوف الكاميرات اللي احنا واقفين فيها. حلوة قوي. وانا واقفة كده بقى عندنا مجموعة من التكنيكس اللي احنا فيها. ماشي. والتكنيكس دي بيزد على الفيتشرد اللي موجودة في العنصر بتاعي، بيزد على الانفايرمنت اللي احنا فيها، بيزد على المقاسات اللي احنا فيها، بيزد على طبيعة الاوبجكت بتاعنا 2 دي ولا 3 دي ولا وضعه ايه، بيزد على هيحصل معاه اصلا انتر اكشن ولا هو يا دوبك عنصر ثنائي الابعاد خلاص، ولا ثلاثي الابعاد محطوط عندي وخلاص. انا بس بحطه عشان اشوف شكله كويس ولا لا. لا، ده انا عايزه احطه عشان عايزه اغير لونه، لو بحط صوفا او بحط كرسي او حاجه فعايزه اغير لون الفابريك بتاعته. فعايزه كمان بعد ما احطه يطلع لي مينيو جنبه. عايزه احطه زي ما انتوا حطيتوا عناصر المينيو اللي موجوده عندكم بتاعت البيتزا والباستا والكلام ده وبداتوا تغيروه. عايزه اعمله اكنه ساعه بلبسها في ايدي زي برضو ما حضراتكم عملتوها في السكشن، وتغير شكل الساعه والتكنيك وتفاصيلها والموجوده، فتبدا تغير من شكل الكوردينيتس بتاعتها واحنا فيها. حلو الكلام. ومن هنا بتيجي الرسومات المشهوره اللي عندنا اللي احنا واقفين فيها، ازاي بيعمل reconstructing and recognizing للايمجز بتاعتي واحنا واقفين. فبالتالي العالم الحقيقي اللي احنا واقفين فيه اهي الكاميرا بتاعتي بتبدأ تشوفه اهو normalizing images. بيبدأ بعد كده اشوفه وابدأ اشوف الاكس والواي والبيفت بوينت بتاعت العناصر اللي عندي عشان اعمل عملية اسقاط للعنصر الجديد جنبهم. عملية الاسقاط بيبقى اسمها بروجيكشن، ان انا بمسك العنصر الجديد وبحطه في نفس الحتة اللي موجودة عندي عشان اتحكم في الكوردينيتس بتاعته، وتبقى هي نفس الكوردينيتس بتاعت العنصر الاساسي. فابقى عملت ميكس ما بين الورلد انفايرمنت والفيرتشوال انفايرمنت بتاعي، فالاتنين تلاقي اكن الاكس والواي وقفوا زي بعض واحنا واقفين.
فاكني بعمل تباديل كده وتوافيق، بحط مجموعة من البوينتس الأساسية اللي هي الفيزيكال انفايرمنت، سواء الأرض أو الكرسي أو الترابيزة، مع البوينتس اللي جاية من العنصر بتاعي اللي احنا واقفين عليه، عشان يبدأ السيستم يحسب ده ويبدأ يبص معايا عليه. ماشي. وهتلاقي نفس الحتة، طبعا أنا فاتحة هنا مش بي دي اف مظبوط، هتلاقي معلش الحاجة بتنزل معانا. مجموعة من التكنيكس اللي احنا واقفين عليها اهي بتبقى خاصة بطبيعة الجيومتري 3 دي اللي احنا جبناه، هنحطه ازاي، هنشتغل عليه ازاي، وهكذا. ومن هنا جاء اهم التكنيكس اللي موجودين في المرحلة دي، السلام او الاس ال اي ام، اختصار لايه؟ سيميوليشن. تمام. واللوكيشن ومابينج. يبقى انا هعمل سيميوليشن للواقع اللي احنا موجودين فيه، وهجيب لوكيشن لكل حاجة فيها او بوزيشننج لكل حاجة موجودة فيها، وهبي ماب. الماب دي خدناها قبل كده في الموديلنج والماتيريال، ان انا ببدأ يعني ايه مابينج، اكني عندي مجموعة من التكستشر بلبسها كده للانفايرمنت اللي احنا موجودين فيه، عشان الاستراكشر يظبط معانا، او شكل العناصر تظبط معانا واحنا واقفين فيه، فيبقى شكل العنصر ال 3 دي متماشي ومتلائم مع شكل الفيزيكال انفايرمنت اللي احنا خليناها موجودة فيه. فبالتالي البوينتس الأساسية عملت تراكنج، أو بدأت تعمل سيميوليشن مع البوينتس الجديدة اللي أنا حطيتها عندي، فعملت لها تراكنج بشكل مظبوط واحنا واقفين فيه. فسواء الانفايرمنت اندور متماشيه مع اللايت ومع المابينج ومع السيستم الاندور، او الدور برضو متماشيه معاها، فحصل كومباينيشن ما بين العناصر الجديده والعناصر اللي اوريدي موجوده واحنا واقفين فيه. ايا كان البوزيشن كان ايه، ايا كان طبيعه العناصر اللي احنا موجودين فيها كان ايه. فلازم تفهم ده كويس جدا وانت شغال. وفي العصر الجديد اللي احنا موجودين فيه، ال HCI او ال Human Computer Interaction مهتمية جدا 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 في الموضوع ده، اي فيما يسمى بالهيومن فيجن سيستم، ال HVS. ازاي هيبدأ الهيومن يبقى عنده انتر او يبقى عنده مجموعة من التفاصيل بتاعتنا واحنا واقفين فيها واحنا شغالين. ماشي الكلام؟ لازم تفهم هو ازاي هيعمل ريكوجنايز مع التفاصيل بتاعتنا. ماشي. ازاي هيبدأ يشوف عدد من الاوبجكتس، وعلى فكرة عدد الاوبجكتس ده لا نهائي، فو احنا واقفين فيه. يعني انا ممكن احط كرسي وترابيزة وكيوب وساعة ومش عارفة ايه تاني وايه رابع وايه خامس، مفيش عدد. فانا كل ده اقدر اهندله بنفس التكنيك، ان انا فهمت الاكس والواي الحقيقيين والزد طبعا، وحطيت عليهم الاكس والواي والزد اللي موجودين معانا واللي يبداوا يشتغلوا فيه. حلو. طيب ايه الديفايسز بقى اللي موجوده عندنا؟ حاجات كتير. مش احنا قلنا ايه اول واحده فهمنا التكنولوجيز بتاعته؟ تمام. عايزه بقى دلوقتي ابدا اشوف ده. تمام. اي حاجه في الدنيا عايزين نعرف لها شويه انبوتس اوتبوتس كمبيوتر تراكنج، يبقى هي displaying. تمام. واللي احنا واقفين فيها اللي هي ابسط حاجه الهيد ماونتد ديسبلاي، وفي الوقت اللي احنا فيه خلاص موبايلز. هيتراك ازاي؟ ماشي. طبيعة الانبوتس ازاي؟ الكلام اللي هنا بس هو اللي تمام. ماشي. انا عدلتها في اللي بعد كده، بس البرزنتيشن دي عايزة اظبطها، معلش اما ارفعها لكم هتاخدوها. الانبوت ديفايسز، الحاجات اللي بدخل بيها شوية انبوتس، الكيبوردات، الماوسات، الجويستيك، التفاصيل دي. نوع الاوبريتنج سيستم، الكمبيوتر هيحتاج ايه اوبريتنج سيستم، الانجن اللي موجود ايه طبيعة العناصر بتاعته، وهبدأ اعمل لها تراكنج ازاي واحنا واقفين. لو مسكنا الديفايسز، اهم ديفايس كان موجود عندنا في فتره كبيره جدا، وزي ما قلت لك ده اللي عمل الطفره الكبيره جدا في فكر الاي ار او الاوجمانتد رياليتي واحنا شغالين بيها، كان الاتش ام دي، او فكر الهيد ماونتد ديسبلاي، اللي هو كان اهم بارت من البارتس دي، اللي بيبدأ حد يلبس النضارة يشوف الفيرتشوال انفايرمنت مع الفيزيكال انفايرمنت من خلال العالم اللي احنا موجودين فيه. والعناصر خلاص بقى، ما احنا من في الباك اند ظبطنا بقى التفاصيل دي بتاعتنا، وحطينا السيستمز بتاعتنا، وحطينا شكلها، فشكل الكاميرات بقى كويس وبقت مظبوطة، فبدأ ينتراكت. وده الاشكال بتاعتها، واعتقد الصورة موضحة جدا ازاي الكاميرا تبدأ تديتكت التفاصيل دي. وعندنا واحدة منها في الكلية للي عايز اوريدي يبقى يشوف. استكمالا للبارت ده، هيتم تكميلة البارت التاني بقى، اللي هو ازاي اصلا باقي الاجهزة دي بتبدأ تشوف. فهحمل باقي البرزنتيشن عشان يبقوا الاتنين مع بعض في نفس الحاجة. دقيقة بس.
استكمالا للبارت اللي قبل كده، يلا بينا نكمل. احنا خلاص قلنا الكمبيوتر فيجن وعرفناها. اتكلمنا على مجموعة الديفايسز اللي احنا اوريدي محتاجينها، اللي كانت اهمها الهيد ماونت ديسبلاي. دلوقتي السمارت فونز بقت ممكن تجيب معانا نتيجة وتبقى كويسة جدا. لو عايزة بقى اتكلم على التكنولوجيز اللي موجودة، شكل الانترفيسز والسيستمز اللي احنا محتاجينها فيها عشان نبقى شغالين. فيلا بينا نبدأ نشوف كده واحنا شغالين احنا محتاجين ايه. اهم حاجة عندنا ان انا ابقى عارفة نوعية الانترفيس اللي انا محتاجاها. اليوزر هيحتاج يبص لايه، نوعية الابليكيشن اللي هو محتاج ينزلها عنده، ومدى توافقها مع الاوبريتنج سيستم بتاعه. لان مش كل الابليكيشن اللي احنا ممكن ننزلها ممكن تبقى تمام ومتوافقة وكلها زي الفل. اديكم كنتوا بتشوفوا من كام سنة احنا كنا بنعاني لما كنا بنبقى عايزين اليونيتي يشتغل على اوبريتنج سيستم معين، ماكنتوش مثلا او كده. فكان ما كانتش بتبقى ده ايزي واي، كنا بنحتاج نسطب باكجز مختلفة وتفاصيل مختلفة. نفس الفكرة، انا عندي طرق كتيرة عشان اقدر انتراكت مع الاي ار ابلكيشن. من ضمن احسن الحاجات اللي عندي كذا حاجة: التانجبل، الكولابريتيف، الهايبرد، واخر حاجه الايمرجينج. ايه دول بقى؟ تعالى نمشي واحده واحده كده. اهو: التانجبل اي ار انترفيس، الكولابريتيف اي ار انترفيس، الهايبرد، واهي المالتي موديل. ايه بقى حوار المالتي موديل وايه حوار التانيين دول؟ اول واحده جميله جدا اللي هي التي اي ار ام، تانجبل اوجمانتد رياليتي موديل. augmented reality model. ماشي، ده من اهم السيستمز واشهرها اللي احنا اشتغلنا عليه، واللي كانت بتساعد اليوزر انترفيس جدا. لان هي كانت بتدي شكل environment حقيقي ثلاثي الابعاد، فكانت بتحسسك ان انت فعلا بتتفاعل مع البيئة اللي حواليك. وليها شكل كده، مش عارفة انا حاطاه ولا لا. ماشي، تمام اهو. ماشي كلام اهو. ده الشكل اللي زي اللي كنت بقول لكم عليه. ايه بقى حوار التانجبل ده اللي احنا واقفين فيه اهو؟ ان دلوقتي واحنا بنبدأ نشتغل، اشهر اكزامبل عندنا اللي هي ان انا عايزة انتراكت مع الفيزيكال اوبجكتس بتاعتنا. فعايزة دلوقتي ابدأ اشتغل عليها عن طريق ان انا بحدد اللوكيشن بتاعي، البوزيشننج، المابينج، وابدأ اشوف الطبيعة بتاعتي. مميزاتها عظيمة ان هي بتديني شكل واقعي نفس الانفايرمنت بتاعتي، وقدرت اضيف عليه مجموعة من العناصر. ماشي، فبالتالي خلاص بدأت اشوف الحاجة بشكل جميل وامبرسيف، والمابينج بتاعها طلع مظبوط، وشكلها كويس جدا، وتفاصيلها كويسة جدا. ماشي طيب. كان فيها شوية عيوب بسيطة جدا، ان انا مش دايما بانتر اكت معاها بسهولة. يعني يا دوبك ببقى شايفة العنصر بتاعي، زي حوار درجة الحرارة اللي احنا موجودين فيها او بنبدأ نتفاعل معاها. لكن الحركة اللي كانت بتبقى ناتجة عن الانسان، او الاضطراب الحركي بتاع الكاميرا، ما كانتش بتديتكته بسهولة. فما كانش بيقدر يعمل سيميوليشن مع كل حركة الكاميرا بتبدأ تتحرك. فكان لازم نبقى دايما بناخد بالنا من هنتات ان انت ما تبقاش بتلف بالكاميرا في كل الاتجاهات وانت شغال. ومن كانت الحاجات اللي اشهرها ان انا بقدر اديتكت الويذر بتاعي في العالم اللي انا واقفه فيه، واقدر اشوفه واشوف درجات الحراره والشكل بتاعنا. ودي ما كانتش حاجه جديده، بصوا دي كانت موجوده من فتره كبيره. لكن زي ما بقولك ما كانتش دايما بتقدر تانتراكت مع كل اللفات بتاعه الشاشات بتاعتنا اهو. وده المثال بتاعها اللي بيبدأ يحكي لك ده ازاي بتبدأ تبريزنت الكونتكست انفورميشن بتاعتنا واحنا واقفين اهو. لو انا بدأت اعمل ديسبلاينج لاي عنصر ما، سواء عندي سنسورز اللي على الجزء اليمين اهو، وانا واقفه فيه، ادي الفيرتشوال انفايرمنت، درجه الحراره هيبص عليها التانجبل انترفيس، يبدا يرفلكت لي ده اللي بيحصل ويعرضها لي على فيرتشوال اليمنت موجوده هنا، فانا عيني تبدا تشوفها بشكل ما واحنا شغالين عليه. مهم. فبتبدأ بتترانسليت الاكشنز اللي بيحصل. لكن هي عايزة الكاميرا تبقى ثابتة ما تتحركش بيها كتير، لان الاضطرابات اللي بتحصل دي ما بتوريكش نتائج صادقة. النتائج بتبقى الى حد ما متغيرة، وطبعا كانت محتاجة سرعة ديفايسز كتيرة عالية كانت موجودة فيه.
حلو الكلام. في فيديو بيشرح الموضوع ده هتلاقيه محمل عند حضرتك ان شاء الله، في لينك الدرايف ممكن تبقى تبص عليه عشان تتخيل الشكل بطريقة افضل كتير واحنا موجودين فيه. طيب، المشاكل دي ناتج عنها ايه؟ ناتج عنها ان واحنا واقفين، اتاكد بس ان الريكورد شغال. اوكي، حلو قوي. تمام. ناتج عنها ايه المشاكل اللي احنا فيها؟ اوه لا لا، ناتج عنها ان احنا لازم نفهم طبيعة السوفت وير والهاردوير، النيدز بتاعتنا ازاي هيحصل انتر اكت معاها، فايه طبيعة الاجهزة اللي انا محتاجاها. فانا محتاجه ايه من السوفت وير، محتاجه ايه من الهاردوير اللي احنا هنبدا شغالين عليه. فانا لازم اعرف ان انا عندي نمبر اوف سوفت ويرز انا محتاجه اعمل لها ديفلوبمنت. طب السوفت ويرز اللي انا محتاجاها دي ايه؟ اللي هو الانجن اللي احنا هنشتغل عليه، محتاجه يونيتي، محتاجه انريل، محتاجه جو بوت، محتاجه ايه؟ محتاجه بروجرامينج لانجويج شكلها ايه؟ محتاجه التيم اللي معايا يكون بيعرف ايه عشان يبدأ يوصف لي ده بشكل كبير. طب الهاردوير، امكانيات الجهاز اللي انا محتاجاها ايه؟ كارت شاشة شكلها عامل ازاي، تفاصيل برودكت شكلها عامل ازاي، وهكذا واحنا واقفين. فده برضو من الحاجات اللي انا اوريدي لازم ابقى عارفاها طول الوقت واحنا شغالين هنا. تمام، عشان اقدر اطلع شكل كويس واقدر اطلع نتيجة الى حد ما تبقى كبيرة، فلازم البي النيدز ده. كان فيها عيب بقى برضو التانجبل دي، ان انا لوحدي اللي ببدا اتفرج على الحاجه. ما اقدرش كده اقول لحد من بعيد والنبي هبعت لك شيرنج لوكيشن بص عليه انت شايف نفس الاليمنت اللي عندك ولا لا. لا، ما اقدرش اعمل كده، لانها ما كانتش كولابوريتيف سيستم، ما كانتش حاجة قابلة للمشاركة أو قابلة للعرض من أكتر من طرف، أو قابلة إن أنا أقدر أوريها ريموتلي لحد. فمن هنا ظهر النوع التاني، الكولابوريتيف اي ار انترفيس، ان انا ببدأ اعمل شيرنج لشكل الانترفيس بتاعي مع اي حد من صحابي وحبايبي، وابدأ بعد كده اشوفه ماشي، فيحصل لي انتجريشن معاه، انهانس شكله، اشوف تفاصيله، افكر فيه وهكذا. فمن هنا اقدر ان انا كديزاينر او كديفلوبر اشير مع حد وابدا اوريه للحد ده انا تمام، انا ايه الاخبار، انا شفت الحاجه عندي، طب انت شايف الحاجات دي. فبالتالي كمان اقدر يحصل انهانسمنت بالدايمنشنز على اكتر من نوعية ديفايس، لان مش شرط زميلي او زميلتي اللي انا ابقى بعت له نفس الحاجة يبقوا نفس الديفايس ولا نفس البلاتفورم. فدي كانت من اكتر الحاجات الكويسة. تمام اهي، اللي انا بقيتها تبقى موجودة دلوقتي، ان الابليكيشن يقدر اكنه بيعمل عملية ريسبونس لنفسه مع كذا حاجة من الحاجات اللي كانت موجودة، بلاتفورمز بقى مختلفة او اي حاجة. شايفين اهي. فابدأ دلوقتي اهو اعمل ريموت شيرنج براحتي، ودي كانت من الحاجات الكويسة قوي جدا خالص. ماشي اهي، ان هم بدأوا يعملوا دلوقتي الأنظمة اللي نقدر نشيرها مع بعض، فانا اقدر اوريك environment واشير معاك. فانا اقدر اعمل شيرنج معاك لاي environment وانت تبدأ تشوفها، خصوصا في الحاجات الميديكال ابليكيشن. دي من الحاجات المهمة جدا، العمليات الجراحية. ماشي، الحاجات اللي بيحصل فيها مينتيننس، الحاجات اللي عايزة توريني تكسير خلايا، عناصر، عايزة توريني سيرجري بحاجة معينة وهكذا. دي من الحاجات اللي انا محتاجة اشوفها بشكل كبير في الموضوع ده، فمحتاجة ابدأ افهمها عشان اشوف الكرنت ستيت ايه، لما هتتغير تبقى ايه، اشيرها مع ناس من زمايلي. وارد ما غيرش فيها حاجة، ابقى بشوفها بس، فانا بشوفها من وجهة نظري وانت كمان بتشوفها من وجهة نظرك. ماشي، فعلى حسب احنا الاتنين شايفينها ازاي. ماشي، لكن المهم ان احنا الاتنين نبقى بنشير الابيرنس بتاعنا مع بعض، وكل حد فينا بيبدأ يبريزنت وبيشوف الريليشن ما بين الفيرتشوال element والفيزيكال element. ماشي اهي، الريل اوبجكت بتاعتنا من السورس بتاع الانفورميشن بتاعتي. فانا ممكن اصلا الفيرتشوال element اشيرها لك وانت تحطها على الفيزيكال وورلد بتاعك، وممكن ابقى بقول لك شير لوكيشن وانت تحط الفيرتشوال element بتاعك على حسب اللي بيحصل. ماشي الكلام اهو، عشان تبدأ الدنيا تشتغل. ادي المثال، اعتقد المثال ده واضح جدا، ان في الهيد ماونت ديسبلاي احنا اكتر من حد بيعمل كولابوريتيف element واحنا واقفين. وخلي بالك انا ممكن انا احرك الشكل وانت تشوف لما انا حركته بقى ايه.
وانت تحرك الشكل وانت تشوف لما انت حركته انا عملت فيه ايه. فعلى حسب احنا الاتنين شكله اتغير من عندنا ازاي. أهو. لو احنا شايفينها اهي وهي موجودة وباينة عندي وعندك اهي. انا بحاول ايه اسكت شوية عشان الناس لو بتقرأ حاجة وكده كده طبعا ايه، يعني البرزنتيشن زي لحد كبير هتبقى معاكوا اوريدي. ماشي. فببدأ اهو اشوف الريسيرشز بتحتاج كده، الناس اللي بتعمل حاجات في المصانع بتحتاج كده، العمليات الجراحية بتحتاج كده، كل الحاجات دي بتحتاج كده اهي. واحنا واقفين وده كل اللي انا بحكيه، ان البيهيفير بتاعه بيبقى فيس تو فيس، فانا بقدر اشير واشوف وكولابوريت معاك وانت تشتغل معايا، يبقى في بينا تاسكز مختلفة طول ما احنا شغالين فيه واحنا فين. فعلى حسب الانترفيس بتاعنا نقدر نحط ده بشكله عامل ازاي. ودي ظاهرة بص من 2002، يعني مش حاجة جديدة. ومن هنا بيجي المشهد اللي انتوا عملتوه في السكاشن، وهي تغيير الكراسي، الترابيزات، الساعات، العناصر بتاعتنا، لان هي معتمدة فيس تو فيس، كولوكيشن في الحاجات اللي احنا موجودة معانا. اقدر اعمل بروجكشن فغير شكل الاسقاط بتاعها على حسب الحاجة بتاعتي. انا هعمل اسقاط على الحيطة وهحط تلفزيون LCD وحضرتك تبدأ تدوس ويغير عناصر. لا انا هعمل اسقاط على الارض واحط كرسي. لا والله انا هعمل اسقاط على السقف وارسم عليه تفاصيل وعناصر وحاجات كده. ماشي. فعلى حسب شكلها هيبقى عامل ازاي اهو. ماشي الكلام اهو. دي برضو اهي احد الصور اللي موجودة فيه. الزوم ممكن يكون برضو بيعمل ده الى حد كبير. شايفين؟ ماشي الكلام اهو. امثلته حلوة جدا لان ده من اكتر الحاجات اللي لقت رواج يعني. شايفين؟ وفي برضو فيديو توضيحي ليه هتلاقيه معاكم. نيجي بعد كده للنوع الهايبرد، اللي هو اوريدي بيدمج بين كوني انا حطيت مجموعة من العناصر وكوني انا شيرتها معاك، فبقى على مساحة اوسع، بقى على وايد رينج اوسع كتير واحنا واقفين فيه. فبقينا احنا الاتنين قادرين يبقى عندنا اكتر حرية او مور flexibility ان احنا نinteract مع الاجهزة بتاعتنا ونشوف اشكالها واحنا واقفين. فشكل الانترفيس بتاعها ازاي، هيحصل لها implementation ازاي، وهكذا واحنا واقفين اهو. ماشي الكلام. ليها مميزات: allow user to explore information، يبقى أنا ممكن أشوف الانفورميشن وأعمل لها عملية exploring، أسبورت مجموعة من الفريمات، أحط أهو if you employ الكومبلكس 3D، فأنت إيه الكايند من السبورت اللي أنت عايزه. هتقدر تحط بقى ايه يعني تقلل من الكوجنيتيف لود او العبء الادراكي اللي بيحصل على كل واحد من خلال الترانزيشن اللي فيه، ما انا دمجت ما بين الاولى والتانية اللي احنا موجودين فيه. تمام. المالتي موديل ان يبقى عندنا اكتر من حد شغال على اكتر من انبوت او على اكتر من انفايرمنت او على اكتر من فيرتشوال اليمنت ويبدا يحطها، او على اكتر من تكنيك في الشغل. حد بيسبيتش، حد بيتاتش، حد بيلف، حد بيشتغل بالاي جاز. الاي جاز اللي هي النضارات اللي بيبقى فيها سكرينز دي اللي نقدر نشتغل عليها. فعلى حسب انا ببقى عايزه اعمل ايه، فشكل الانفايرمنت يتغير معايا ازاي وانا موجوده، فشكل الانفورميشن هيحصل لها بروجيكشن ازاي على اي سطح بتاعتي، وكل حد فينا تظهر له على حسب الانفايرمنت بتاعها. ماشي تمام. فعشان كده شكله هيبقى شكله عامل موجود ازاي، شكله هيبقى باين على الاسطح بتاعتنا ازاي واحنا واقفين، فشكل الانتر اكشن بتاعه بيبدأ يختلف. الريموت، العناصر، الشاشات، الحاجات اللي هي الجاستشرز اللي بتبقى في الموبايلات دي، فطبعا بتديك إمكانيات فظيعة وفلكسبيليتي رائعة جدا. هيبقى فيه برضو فيديو هيوضح التفصيلة دي والمعلومات دي. يعني أتمنى يبقى تو سيشنز لطاف في الأسئلة بتاعتهم. هتبقى إيه هي أنواع ال AR انترفيس، ممكن تدسكرايب واحدة أو اتنين، ممكن تقولي أمثلة عليها في الحياة الواقعية أو لأ. طب أنت استعملتها حاجة ليها علاقة بالبروجكتس بتاعتك ولا لأ. طيب اللي احنا بنعمله ده طبيعته ايه. طيب ده عبارة عن VR ولا AR ولا عبارة عن حاجة شكلها عامل ازاي. طيب ايه احسنهم، الكولابوريتيف، الهايبرد، لا والله ولا ده ولا ده، التانجبل ده اللي احسن. انا بدي مثال ما بقولش معلومة صحيحة. فده وضعه عامل ازاي وشكله عامل ازاي.
هتلاقي كده التو سيشنز لطاف، والكلام اللي فيهم تم توثيقه في السكشن بشكل عملي، فأتمنى يكون مفيد للناس إن شاء الله. وهسجل لكم السيشنز اللي وراها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.